من 29 ابريل الماضي، يعني من شهرين وايام قليله جدا. احنا النهارده 2 داخلين اهو في 3 يوليو. كل سنه وحضراتكم طيبين. فبالتالي ممكن يكون في بعض الجديد اللي مش كتير قوي، لكنه بعض الجديد عما حكاه لحضراتكم برنامج الماتش من شهرين وايام، وهو هذا المشهد الحقيقي دلوقتي اللي هو ما فيهوش آراء وما فيهوش حتى معلومات غير يعني معلومات فتشنا عنها، هو انه امام عاشور بيلعب في نادي ميتلاند، كان بيلعب في نادي الزمالك، بيفاوضه الاهلي نعم بطريقه مباشره او غير مباشره، وبيراميدز ايضا في الصوره. الجديد برضو عن اللي احنا قلناه من شهرين و3 ايام ده، هو احنا قلنا امام عاشور بالنسبه له البحث عن عرض اوروبي هو الاولويه، ثم الاهلي قد يكون خيارا ثانيا. الجديد دلوقتي انه اوروبا لم تعد اساسا من ضمن الخيارات. ليه؟ نقول ليه؟ لانه هو مش منطقي ان لعيب يتخلف عن انه ينضم الى ناديه اللي بيمتلك تعاقدا وعقدا رسميا معاه، والمعسكر يبقى بادئ من يوم 26 من الشهر اللي هو يوم الاثنين اللي فات اهو، زي ما قدامنا في الصوره. كانوا هنا بيعلنوا عن بدايه المعسكر وان النادي بيرحب بلاعبيه اللي عادوا من اجازاتهم. ومش طبيعي انه الدوري يبقى هيبدا يوم 21 يوليو اللي هو يعني بعد 17 يوم تقريبا من دلوقتي وانت لسه ما سافرتش. مش طبيعي ان النادي يرسل لك انذارين علشان تنضم، وبعد كل الحاجات اللي مش طبيعيه دي يجي لك عرض في اوروبا. يعني فعلشان كده احنا بنقول دلوقتي اوروبا دي انساها خلاص، انساها ممكن للابد يعني، لكن على الاقل انساها دلوقتي، لان الله اعلم كل شيء وارد في يوم من الايام، وربنا يكتبها لاي لعيب كوره نفسه انه يحترف في اوروبا ودماغه فيها من الذكاء الاجتماعي ما يكفي لانه يعرف يقاوم صعوبات الغربه. انا الحقيقه اللي محبط بس بالنسبه لي هو محبط شخصي انا بالنسبه لي، بس ان انا كنت اعلنتها على الهوا ان انا شايف ان امام عاشور ده هيبقى من افضل اللاعبين اللي احترفوا في اوروبا من المصريين. راحت مني انا على مستوى الطموح، لكن ده كان طموحي انا على ما يبدو، طموحي للاعب بشوف انه عنده امكانيات كبيره قوي، وطموحي للاعب بشوف انه كان واخد الخطوه بجرأه، وبشوفه لطموحي انا كاعلامي رياضي للكره المصريه بشكل عام. لكن هذا ليس هو طموح امام عاشور الحالي. ايه الحالي بقى؟ تعالوا نستعرض مع حضراتكم الموقف بالنسبه للاعب ميتلاند الدنماركي مع 3 انديه مصريه تتصارع نسبيا لضمه. يلا نشوف. امام عاشور تخلف عن الانضمام لمعسكر ميتلاند الدنماركي الذي بدأ الاثنين الماضي لعدم رغبته في العودة لصفوف الفريق مجددا. هناك حالة من الغضب الشديد تنتاب مسؤولي ميتلاند ضد امام عاشور بسبب تخلفه عن المعسكر، حيث يفضل استكمال مشواره خارج الفريق، وهناك مشاورات داخل النادي بحسب معلوماتنا لإصدار بيان لشرح غيابه. هيقولوا للناس يا جماعة اللعيب ده ما جاش. ميتلاند أرسل إنذارين بالفعل لإمام عاشور بسبب تخلفه، وقد يكون التحرك التالي هو تحرك قانوني من اللاعب منقطع. إمام من جانبه يرى أن الحياة في الدنمارك وتحديدا ميتلاند صعبة، ويريد الرحيل والعودة إلى مصر. على مستوى الأهلي ندخل بقى على الأندية، فاللاعب لا يزال هدفا للفريق الأحمر بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضمه. الأهلي يدرس ضم اللاعب لكنه يواجه عقبتين. الأولى هي تخوف بعض المسؤولين بالنادي من إبرام الصفقة كونه رحل عن الزمالك قبل فترة قصيرة، إلى جانب قيمة الصفقة التي تحتاج لتوفير عملة صعبة لن تقل تقريبا عن 3 مليون دولار. لو قلنا يعني ان هو راح ب 3 مليون، هو راح ب 3 و200 وهيرجع بنفسهم، فتمام. مع الوضع في الاعتبار البحث عن ضم مهاجم أجنبي بقيمة قد تكون مرتفعة. وهقف هنا قبل ما نكمل النقطة اللي جاية بعد موقف الأهلي. النقطة اللي بنقولها انه الأهلي عايز إمام.
نادي ميتلاند اللي بحسب التقارير النهارده الصحفيه في الدنمارك بتقول انه النادي منفتح على احتماليه بيع امام عاشور او رحيل امام عاشور. هو على فكره مستحيل يسيبوا قصه خلص نفسك يا امام وتعالى دي اللي احنا بنقولها هنا، فاكرين نفسنا بنتعامل يعني انديه اخوات كده مع بعض. احنا ماشيين بلا منطق اصلا. يعني الكره المصريه على مستوى التعاقدات ماشيه بلا منطق، فما نتعاملش مع اللي بره ان هم كمان بلا منطق. لو عندهم مناطق، عندهم عده امور منطقيه بيتعاملوا بيها. فالنادي ده اللي يسيب لك اللعيب ده عنده سبب واحد بس يسيب لك اللعيب ببلاش، ان يكون بياخد مرتب كبير قوي. فاللي هو يقول لك ايه، خساره ال3 مليون اللي انا دفعتهم فيه اولى من ان انا افضل ادفع له عقده وهو مش هيضيف لي اي جديد. فتمام، انا هسيبه ببلاش واتكل على الله وخده انت بقى اي نادي، وانا ابقى اسمي وفرت المرتب بتاعه، لانه كده كده مرتبه اكتر من ال3 مليون اللي انا ايه. لكن امام عاشور مرتبه في ميتلاند مش كده. ففكره الطموح بتاع ان النادي خلص نفسك يا امام وتعالى ده مش هتلاقيه. ميتلاند هيبقى عايز فلوس، لكن ممكن يبقى عايز فلوس اقل من اللي دفعها في امام، لانه برضه هيقول الخساره بتاعت ان انا يبقى في قائمتي لاعب غير مفيد احسن، او يعني الفلوس اخسرها احسن من ان يبقى عندي في قائمتي لاعب غير مفيد. مفيد ليا فنيا يعني، وبعقليته مع الفريق ومواكبته للظروف. لكن هي دي النقطه، ان الاهلي 3 مليون قول 2.5 ممكن على فكره. مهاجم اجنبي قول 2.5 تانيين. غرامه كهرباء مش على الاهلي لكنها جزء من حسابات الاهلي على مستوى اموال ستنفق في المرحله المقبله. هنا ده اللي بيزود من صعوبه الامر الماديا على الاهلي، ولكنها في الحسابات.